السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انصرنا يا الله. مباراة مهمة النهاردة في افتتاح دور المجموعات في الكونفدرالية لنادي الزمالك أمام نادي أبو سليم الليبي. المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. مباراة مهمة جدا هتتذاع على قناة بي إن سبورت 6. بي إن سبورت 6 يعني مشفرة. القناة مش هتبقى مفتوحة، لا، هي بي إن سبورت بس، مفيش قنوات تانية. كمان عايز أقول لك إن معلق المباراة هيكون هو المعلق التونسي عصام الشوالي. كمان الحكم هيكون محرز الملكي التونسي، معلق تونسي، وكمان مذيع تونسي، وكمان المدير الفني لابو سليم الليبي هو كمان تونسي. كمان عايز اقول لك ان شاء الله في مكافآت للاعبي نادي الزمالك فورا ان شاء الله بعد لما يفوزوا على نادي ابو سليم الليبي. المباراه بدون فار، دور المجموعات ما فيهوش فار. اهلا بكم مع اسلام ابو مازن، اهلا بكل جمهورنا العزيز. يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال النهارده كالمعتاد. هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل ما دار داخل نادي الزمالك. لاقتكم الزملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم فضلا وليس امرا. دوس لايك نبدا اخبارنا النهارده. وكابتن معتمد جمال بيقول للاعبي نادي الزمالك انها مباراه مهمه لانها المباراه الافتتاحيه، والمباراه الافتتاحيه بتعمل دفعه كبيره لاي فريق بيقدر يفوز، فهو بيطلب من نادي الزمالك ومن لعيبه نادي الزمالك ان المباراه تكون لصالحنا بمشيئه الله تعالى. طيب، ربنا يسهل ونكسب ان شاء الله، ونكسب 2 أو 3 يا رب العالمين. لكن ما هو الجديد داخل نادي الزمالك؟ عايز اقول لك الجديد سريعا كده. محدش دماغه مشغوله غير بازمه القيد، وهنحل ازمه القيد امتى. لكن صدقوني في اخبار بتقول ان نادي الزمالك ناوي يحل ازمه القيد في يناير، يعني قبل يناير. كمان سبب التاخير للنهارده عشان نادي الزمالك بيحاول يخلصها على طريق الاقساط، لان نادي الزمالك مش عاوز يدفع كاش الا لما يكون ده اخر اختيار، لان عدم دفع الفلوس كاش هيخلي نادي الزمالك يدفعها على مثلا على قسطين، هيستفاد ببقيه الفلوس. نتمنى ان الاخبار تكون صحيحه، ونتمنى ان الكلام اللي بيتقال على الصفقات اللي مش عاوزين ندخل فيها كتير يبقى صحيح. صدقوني لو حصل هيبقى خير يا رب. كمان اتكلمت انا وقلت كتير الحلقه اللي فاتت، وقلت على اوجو مايو، قلت ان نادي الزمالك بيفكر انه يفسخ التعاقد مع اوجو مايو. بيفكر بيفكر رسميا لسه. ما هو العائق؟ العائق ان اوجو مايو لمستحقات ولشرط جزائي، فبيتفاوضوا معاه الى ان يجدوا حلول. في حلول خلاص خلصنا، مفيش حلول يبقى اوجو مايو مكمل. لكن للحظه اللي انا بكلمك فيها دي رسميا لا، مفيش حاجه اسمها ان اوجو مايو خلاص تم فسخ عرضه، لا. لغايه ما بكلمك في اللحظه اللي انا فيها دي تقريبا الساعه 3 الفجر او 4 الفجر. طيب، ايه تاني معانا في الاخبار؟ عبد الله جمعه نادي فاركو عايز يستعيره من نادي الزمالك. كان في برنامج بيجي على الاذاعه زمان ل الجيل الجميل، الجيل اللي من ورا شويه، الجيل اللي هو ايه مثلا ممكن ثمانينات، ممكن سبعينات، ممكن تسعينات كده يعني. كلمتين وبس. انا بقى من هنا عاوز اقول لهم كلمتين وبس لفاركو، سيبونا في حالنا، احنا مش ناقصين. كمان الخبر السعيد، الخبر الافريقي الكويس اللي هو بجد هيبقى فتحه خير جميله جدا لينا والله لو حصل. نادي الزمالك او اداره نادي الزمالك بتفاوض ابو سليم الليبي ان المباراه، مباراه العوده، تبقى في القاهره كمان. ليه بقى؟ لان نادي ابو سليم الليبي اتكلموا وقالوا ان مفيش حد من نادي الزمالك اتكلم معانا على موضوع ان المباراه العوده تبقى في القاهره، فعشان كده هنلعبها في تونس. يعني هم اللي بيجروا معاك اهو. كده كده هو الملعب بتاعهم ما يسمحش ان هو يتلعب عليه، ففرصه كبيره لينا. يبقى انا العب مباراتين، ابو سليم الليبي رايح جاي عندي، وصور الغيني رايح جاي عندي، يبقى 4 مباريات. وسجراده ليا مباراه هلعبها على ارضي، يبقى مباراه واحده اللي هخرجها بره مصر هي مباراه سجراده الانجولي. يا مسهل الحال، خبر سعيد، ولو تم هيبقى بجد خبر جامد جدا جدا جدا. طيب، ايه تاني معانا في الاخبار؟ وبنبارك لطائرة نادي الزمالك بفوزهم على مصر للبترول بنتيجة 3-0 في الأشواط. 3-0
يعني كلين شيت مثلا. لو بنقول بمبدأ حراس المرمى كمان ما تنساش دي المباراة الثالثة في الدوري لنادي الزمالك اللي بيفوزها نادي الزمالك. من هنا بتكلم وبقول محتاجين محترفين. احنا عايزين محترفين عشان الادوار النهائيه اللي هتبقى قدام لسه، عشان نجمع بين الدوري والكاس لجمهور نادي الزمالك العظيم. طيب ايه تاني برضو معانا في الاخبار؟ بعيد عن اي كلام بيتقال، وبعيد عن الصفقات اللي ممكن نجيب فلان نجيب علان نجيب ده نجيب ده نجيب ده، حاجه غريبه حصلت. مش عاوز اجيب صورته والله، بس هو اللي بيجيب سيرته. بيقول لك اخويا ومنزل صوره ليه هو وعمر كمال. مين ده؟ احمد فتوح، واخده بالحضن. هل ده معنى ان اخوك وانت واخده بالحضن في المنتخب لما كانوا بيحضنوا بعض ان انتوا الاثنين خلاص رايحين هنا، رايحين الاهلي ولا ايه؟ بس دي حاجه دردشه كده حبيت اتكلم معاكم فيها. طيب مفاجاه من العيار الثقيل في دوري ابطال افريقيا، نادي الوداد المغربي بيخسر على ارضه 1-0. في حاجه ما حد يعني حاجه ما كانش حد يتوقعها بجد. لما نادي برضو مش كبير قوي، جالاكسي البتسواني من بتسوانا بيفوز على نادي الوداد المغربي، ده جرس انذار لاي حد ان الكره ما بتديش غير للمجتهد. جالاكسي البتسواني بيعمل اللي فرق كتير ما قدرش تعمله، انها تكسب الوداد على ارضها في المغرب يعني. طيب تعالوا بقى ندخل سريعا كده على التشكيل المتوقع لمباراة النهارده بإذن الله تعالى. انصرنا يا الله. هيبقى في حراسة المرمى إن شاء الله محمد عواد، قدامه كل من محمد عبد الغني وحمزة المسلوسي، عمر جابر ومحمد عبد الشافي، نبيل عماد دونجا وعمرو السيسي، وكمان يوسف أوباما والأباتش شيكابالا وأحمد زيزو، وفي الهجوم سامسون إكنولا. ده التشكيل بنسبة مثلا 70%. ممكن بقى تشيل عبد الشافي، تلاقي احمد زكي اللي هيلعب، ممكن تشيل شيكابالا وتلاقي ابراهيم نضاي. ده ابرز التغييرات اللي ممكن تحصل يعني، ما اظنش زياده عن كده. وبتمنى فعلا ان سامسون اكينولا يشارك اساسي في المباراه. ان شاء الله سامسون اكينولا يسجل لنا هدف او هدفين في المباراه باذن الله تعالى ان شاء الله. وتقولوا اسلام قلب باذن الله، باذنك انت يا رب يعني. ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، مش شطاره مننا ولا ان احنا بننجم ولا الكلام ده، لا استغفر الله العظيم، ده مجرد توقعات. لكن الفضل الاول والاخير ان شاء الله يكون لله سبحانه وتعالى طبعا. وسامسون اكنولا يفرحنا كلنا. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. انصرنا يا الله. عشان الزمالك حب في قلبنا، هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله القادم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.